انا خطيبي ما بيعرفش يبوس، وما سبقش ليه اي تجارب قبلي، والموضوع ده مخليني اخد خطوتين ورا في الجوازه دي. انا بحبه بس هو ما بيعرفش يبوس، فانا هتجوزه ليه دلوقتي؟ انا اول واحده هيلمسها في حياته، والموضوع ده مسبب لي ازمه ومخليني مش عارفه اذا كنت هبقى مبسوطه في الجوازه دي ولا لا. فانا بفكر اخد ستيب باك ولا ما تتمش الجوازه دي. انتوا فاكريني بهزر؟ اقسم بالله ما بهزر. دي واحده بجد عايزه تاخد راينا في جوازتها لان هي خايفه. انا بس استوقفني حاجه، واقسم بالله مش تريقه، يعني هو استفهام يعني. هو الحاجات دي ما بتتقالش صح ولا؟ ولا انا اولد سكول ولا ايه يا جماعه؟ طمنوني على مستقبلي، انا لسه شباب ولا؟ الحاجات دي ما بتتقالش، يعني هي كده، وبنسيبها على الله، يعني على ايامي. خضتيني يا بنتي. دلوقتي هي البنت دي ليها تجارب كتير، وهو عارف، هو ما عندوش مشكله ان هي يبقى ليها تجارب، لان هو مسامح وعارف ان دي كانت صغيره وسن المراهقه ومش واقف عند الحته دي، وده مش موضوعنا اصلا ومش هنقف عنده. الفكره ان هو حبها على كده، وارتبطوا ببعض على كده فتره، والفتره دي كان يعني الحب مولع في الذره قوي. فوافقت ان هي تتخطب له. فهو بتقولي هما مرتبطين ما حصلش بينهم اي تاتشات خالص. فقالت هو يمكن مكسوف لما يخطبني هيبوسني. هو خيب ظنها وطلع راجل محترم ومبوسهاش. فهي حاولت ان هي تجرجره للرذيله. وانا مش عارفه ازاي ست ممكن تجرجر راجل للرذيله هم لسه مخطوبين. ادينا يا بنتي معلومات كامله لو سمحتي، معلوماتك ناقصه. المهم هو كل شويه يقول لها لا بلاش، ربنا يبارك لنا في الجوازه، بلاش عشان ربنا يتممها على خير. انا بحبك جدا بس انا مش عايز اعمل معاكي ده، وعايز اكون انا مختلف، عايز ان احنا لما يحصل ده بينا نبقى متجوزين رسمي. فهو عين امه وطموحاته كبيره قوي. المهم هي خايفه انه يبقى ما بيعرفش يبوس، عشان كده ما بساش. جايه تقول لنا انه لو حد مننا متقدم له راجل لم يسبق له اي تجربه من قبل، هتوافق ولا لا؟ احب بقى اقول لك على حاجه هنا، عشان انا يعني ايه، في كلمتين محشورين في زوري والله لو ما قلتهم هيجرى لي حاجه، معلش انا هقولهم وانتي سامعيني. حضرتك الحاجات دي ما بتتعرفش. هي حبيبتي بطيخه زي ما انت بالنسبه له نفس البطيخه. هو انت فاكره ايه؟ انت لو ليكي تجارب الله قبله، معاه بصمه مختلفه تماما، معاه دنيا تانية. مامي في مش عارفه اقولها لك ازاي، الحاجات دي ما بتتقالش يا بنت، ما بتتقالش والله. كده خدتي لزق يعني انت اقولها لك ازاي؟ طب هسهلها لك. دلوقتي كل راجل بيبقى ليه طبع مختلف، بيحب حاجة مختلفة، وكل ست ليها طبع مختلف وبتحب حاجة مختلفة. هل معنى ان انت عملتي حاجات مع ناس بيحبوا حاجات وانت بتحبي حاجات يخرب بيت الحاجات اللي انا بقولها دي، هل ده معناه ان انت هتبقي مرتاحة في الحاجات دي معاه؟ انا توهتكم وتوهت نفسي خلاص. بجد مش هنهزر، لا. هو انتوا الاتنين ليكم بصمة مع بعض مختلفة، يعني كل اللي فات حمادة في حياتك واللي جاي حمادة تاني خالص، مش هتكرريه تاني يعني. بصي انا لو منك هكمل الجوازة، اولا لان احمد ربنا ان هو وافق على كل الماضي الغريب اللي انا عايشة فيه ده. ثانيا لانه شكله ابن حلال بيخاف ربنا وعايز ان هو بجد يعني يتجوزني. تالت حاجة هو بيحافظ عليا، سوري حبيبتي، واي نوت ما بقاش سعيدة ليه يا ماما؟ واحد بيحافظ عليا وبيحبني وعايز يتجوزني ماما. ايه يا حبيبتي؟ ماما عيب، احنا اتعودنا خلاص على الناس الحرابيق الجرابيع اللي بيجوا يبوسوا ويمشوا. لما يجي لنا واحد يتجوز نقول نو نو نو. ما نقلش ادبنا بقى عشان انا اصلا بتلكك. لا بص استهدي بالله، عادي هتتممي الجوازه عادي جدا، وده مش مقياس، والحاجات دي ما بتتقالش لمي نفسك بقى وهتلتلك في بقك. بعدين انا عايزه بس اديكي معلومه والله العظيم مش بحبطك. انت لو فاكره ان الجواز هيبقى فيه بوس، ضحكوا عليكي. لا بصي لي هنا، ضحكوا عليكي. الجواز البوس فيه بيبقى 1%، 1%. في حاجات تانية اهم من البوس، في اكل،
في يعني طبيخ، في غسيل مواعين، في كنيس، في حاجات كتيرة أوي، في مسؤولية بيت، مسؤولية عيال. مش هتبقوا فاضيين للبوس. خدي النصيحة دي من أختِك الكبيرة، الجواز فيه حاجات كتير تانية غير البوس، الجواز ما بيقفش عند البوس إطلاقًا، وحتى لو كان بيعرف يبوس و و و و و و و و وهاريكِ بوس، مش هيبوس بعد الجواز. ف ف ف ف ف مش هنبوّظ الجواز على بوس، ماشي؟ يعني مش عايزاه تقيّري منّي، بس اصدموها، المتجوزين يصدموها، أنا مش هاتكلم، أنا هاخد بعضي وأمشي خلاص.